النهارده عامله ماتش جامد بامانه والله. عامله ماتش حلو، فنيات حلو، تحس كده يا جدع ان الجيل الذهبي فعلا رجع، يعني روحه رجعت. روح منتخب مصر موجوده، في روح في اللعب، في اداء كده، في لعيبه رجاله عايزه تعمل حاجه بعيده عن صلاح. اركن صلاح على جنب، لا في لعيبه بجد. هتقول لي ليه يا عم؟ ده الراجل عامل ماتش حلو، عامل كام كوره حلوين. اقول لك لا لا لا، انا خلاص قفلت من صلاح. يا عم ما تدخلش دي في دي، لا لا ادخل دي في دي، انا حر، انا حر. تمام، انا خلاص قفلت من صلاح. اركن صلاح على جنب. بقول لك ايه، نكته الموسم، صلاح لابس شاره خضراء، ده عمل اركن بس صلاح على جنب، اركن لي صلاح على جنب. صلاح اركن انت على جنب. المنتخب بامانه النهارده شكل كويس، اداء كويس، بعيد عن طرد محمد هاني. يا جماعه التحكيم مش ظالم ولا حاجه. انا مش شايف ان التحكيم ظلم المنتخب في اي حاجه. محمد هاني يستحق، والله يستحق، والله يستحق دخلة غشومية مفيش بعد كده. لا لا يستحق، والله يستحق الطرد. تمام، فانا مش شايف ان التحكيم ظلم لعبتنا في حاجة. احنا لعبنا ماتش كويس، احنا لعبنا ماتش كويس. وما تنسوش يا جماعة الجزائر فريق تقيل، والله تقيل. الجزائر نازل من اول دقيقتين ثلاثة تك تك بيضرب فيك، انت فاهم ازاي؟ يعني انت مش قده. انت بتخسر من اثيوبيا، انت مش قد فريق الجزائر، خلينا واضحين وصراحة. متكدبش على نفسك. انت مش قد الجزائر، مش قدهم ككورة يعني. حاليا في الوقت الحالي انت مش قدهم. فالجزائر فريق تقيل، فاللي انت تقدم قدامه الاداء ده والمستوى ده، الحمد والشكر لله لك يا رب. بجد مش بتريق، مش بتريق على منتخبنا، محدش بيتريق على منتخبه. ولكن انا شايف ان اداء مصر النهارده بغض النظر عن النتيجه، اداء مصر النهارده، اداء المنتخب الوطني النهارده كويس، كويس والله. وفي امل كده، في امل كده. اديتني امل يا عم فيتوريا، يا رب ان شاء الله اللي جاي يكون افضل يعني.